في أخبارنا الثقافية وبولاية باتنا أسدل الستار عن مهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي في طبعته 12، والذي عرف إقبالا كبيرا للجمهور وتم من خلاله إعلان نتائج المسابقة. مراسلة في الموضوع للزميلة كافيرانيا. نغم راي البواقي للإشارة أن البواقي كانت ضمن العرض الشرف. كل الشكر للسيد مدير الثقافة والفنون. بالنسبة للمهرجان في الطبعة 12 للمسرح الأمازيغي، يعني كان إقبال جد معتبر من طرف الجمهور. نقدروا نقولوا الهدف الأساسي لهذه الطبعة، طبعا المهرجان بصفة عامة هو توحيد ربما المتغيرات، الركح والمسرح هو يعني لغة لكل موجهة لكل فئات المجتمع، أكيد بمتغيرات الأمازيغية المختلفة بالتاريخية الشلحية أو الشاوية والقبائلية. يعني نقدروا نقولوا باللي وصلنا للهدف اللي كنا بغينا نوصلوا له. أنا ماذا بيا إن شاء الله يا ربي يكونوا إن شاء الله أجيال يكون عندهم أساتذة ليوجهوهم للمسرح. في الوطنية للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي في طبعته 12 لسنة 2022، والذي تم إدراجه ضمن البرنامج العام لوزارة الثقافة والفنون باعتباره فرصة لعشاق الفن الرابع لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مجال المسرح عامة وتميزهم في المسرح الأمازيغي خاصة. سيكون حفل الاختتام لفعاليات هذا المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي الذي نظم هنا بولاية باتنا في طبعته 12. سوف يكون فيه إذا إن شاء الله مفاجآت، وهي الإعلان عن نتائج هذه المسيرة، وهي مسيرة العروض المسرحية بمعدل 8 عروض. سوف يكون أيضا هناك في حفل اختتام حفل لفرقة ميوزك إن شاء الله، أن سيستمتع الجمهور الباتني بهذا الحفل. فليتفضل مشكورا إلى المنصة. في الدخلة فبنسات اللمسة نتبادل تدعي الدايدنا. من ولاية بجاية فليتفضل ممثل الفرقة مشكورا إلى المنصة إن كان حاضرا معنا.